مبروك يا جماعة، منجم السكري إنتاجه زاد 6%. بس المفارقة بقى إن نصيب المصريين بعد زيادة الإنتاج من 6% هبط من 22 مليون دولار بياخدوها المصريين كنصيبهم في التنقيب عن الذهب إلى 8 مليون دولار. يعني الإنتاج زاد 6% وفي نفس الوقت نصيب الحكومة المصرية نزل من 22 مليون دولار ل 8 مليون دولار. ليه بقى؟ الحجة إيه بقى؟ الحجة إن في تكلفة للتوسع في الإنتاج. طب تكلفة التوسع في الإنتاج دي هل تتحملها مصر ولا تتحملها الشركة اللي بتنقب؟ حسب العقد الشركة اللي بتنقب. طيب انت ازاي تحملتها وخفضت الانتاج؟ ولا الفلوس دي رايحه فين؟ الفرق ده رايح فين؟ عاوزين نعرف كمصريين كاصحاب البلد. مفروض يعني اذا كنا معتبرين كاصحاب البلد. الشركه اللي بتنقب اسمها سنتامين، اللي هي كان اسمها الشركه الفرعونيه للتنقيب عن الذهب، ومقرها السوريه، شركه استراليه بيديرها واحد اسمه سامي الرقحي. عاوزين نعرف ايه علاقه سامي الرقحي ده وهو وجه لمين اساسا يعني. عاوزين نعرف الامور رايحه فين وجايه منين، يعني ايه في ايه. انا اسعد الله رئيسا لمصر 2024 بعلمها الأحمر الخفاق فوق العالم، حكومة عالمية واحدة بالعنخ الذهبي مرفوعا في سماء مصر فوق هرمها الأكبر.